بصوا كده يا بنات، ايه رأيكم في الأكلة الجميلة بتاعت النهاردة ديت؟ بصراحة يعني أكلة ملوكي. طاجن بامية بالعكاوي، حاجة جميلة جدا وبيبقى طعمها تحفة. أتمنى يعني ايه ان كلكم تجربوها. ولو حابين تعرفوا انا عملت ازاي الأكلة الجميلة قوي دي، يلا بينا على الفيديو ونشوف الوصفة مع بعض. بصوا كده يا بنات، انا كده معايا المكونات بتاعتي بتاعت طاجن الباميه. انا هنا معايا العكوه اهيت، ديت لازم تكونوا غاسلينها كويس ونقعينها عشان لو فيها مثلا شعرايه ولا اي حاجه من الشوائب اللي بتبقى على اللحوم دي تنضف معانا. ومعانا الباميه بتاعتي انا كنت مجففاها، ومعايا هنا التوابل بتاعتي، ده الملح الصيني وبشرة جوز الطيب، وده كمون، ودي كزبرة ناشفة، وبهارات لحمة وفلفل اسود. ومعايا هنا قرنين فلفل، قرن انا مقطعاه كبير كده زي ما انتم شايفين، والقرن التاني دقيته على حوالي 6 فصوص او 7 فصوص توم. ومعايا البصلايه بتاعتي، ويلا بينا على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا كده يا بنات، انا هنا حطيت معلقه زيت على معلقه سمنه وعملتهم سخنتهم. هنزل عليهم بقى، بصوا يا بنات، بالبصلايه كده، بسم الله. انا حطيت على البصله بتاعتي رشه ملح عشان تدبل معايا بسرعه. احنا مش عايزين يا بنات البصله تحمر، احنا يا دوبك هندبلها بس كده تاخد لون خفيف خالص خالص، وبعد كده هننزل عليها باللحمه. بصوا كده يا بنات، هي كده بقى بدأت البصله دبلت معايا اهيت، وبدأت لونها يتغير كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى احط انا ايه اللحمه بتاعتي، بسم الله. اهم شيء يا بنات تغسلوها كويس جدا عشان بيبقى فيها بعد الشعر كده ماسك. هنقلبها بقى يا بنات كده زي ما انتم شايفين. بنات انا حطيت لها نص كوبايه الشاي بس ميه، وهسيبها تتشوح مع نفسها بقى بالبصليه كده شويه، وهحط لها التوابل بتاعتها. انا هحط كل التوابل بتاعتي عشان كل ما التوابل بتتشوح مع اللحمه والبصل بتدي ريحه اطعم، ريحه احلى وطعم جميل جدا. انا هسيبها تتشوح مع نفسها شويه كده مع البصلايه، وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا كده يا بنات، بصوا اللحمه بتاعتي كده اتشوحت اهيت. مش عايزه اقول لكم والله العظيم ريحتها تحفه، بس اهم شيء ان انتوا تحطوا التوابل مع اللحمه وهي بتتشوح. انا هحط دلوقتي العصير بتاع الطماطم بتاعي. انا هسيب اللحمه يا بنات تغلي شويه لغايه لما تاخد نص السوا بتاعها، وبعدين وهحط لها الباميه بتاعتها، وهوريكم بعد ما تستوي نص سوا انا هحط لها الباميه وهعمل لها ايه. بصوا كده يا بنات، كده خلاص اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده خدت نص السوا. وطبعا ايه هحط الباميه عليها، بسم الله. وهقلبها كده ببعضها، وهحط الدقه بتاعتها الفلفل والثوم.
دقيقتين بس يا بنات، ولا او 3 دقايق بالكتير قوي. وبعد كده اهي هنفضيها في الطاجن بتاعنا ونلفها بالفويل وندخلها الفرن، وبعد كده ناكل احلى طاجن باميه بالعكاوي. بس الريحه والله يا بنات الريحه جميله جدا جدا. اهم خطوه فيها ان انتوا تحطوا التوابل مع اللحمه وهي بتتشوح، ما تحطوش التوابل مع الصلصه مع اللحمه. بصوا يا بنات الباميه بتاعتي كده هي مش محتاجه ميه خالص، لان انا لما هغطي الطاجن بالفويل، الفويل بيسوي الحاجه بسرعه. اللحمه كده كده مستويه نص سوا، يعني مش هتاخد وقت في الفرن، والباميه مش هتاخد معايا سوا خالص. انا كده هغطي عليها تغلي بس 3 دقايق بس على النار، وبعد كده هفضيها في الطاجن بتاعي والفها بالفويل واوريها لكم بعد ما تخرج باذن الله. بصوا كده يا بنات انا كده طلعت الطاجن بتاعي من الفرن اهوت زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا ايه، شوفوا كده بسم الله. هو اخد معايا يا جماعه حوالي ساعه الا ربع في الفرن، قعدت ساعه الا ربع بالظبط في الفرن. بصوا يا بنات عايزه اقول لكم يعني الريحه كده اللي طالعه عليا بصراحه روعه. وفي حاجه كمان، الطواجن اللي بتبقى في القوالب الفخار اللي زي دي سبحان الله بيبقى لها انطباع خاص كده ولها طعم ومذاق حلو جدا. دي كانت وصفتي النهارده او طريقه النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوها، لو جربتوها وعجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.